السلام عليكم. احنا كنا قلنا في الفيديو اللي فات ان الالمان في طبيعه شغلهم ما بيحبوش حد، يعني مش هتلاقيهم بيقول لك احنا بنحبك، فهم ما بيحبوش، ما بيعرفوش يحبوا نفسهم. الكلام ده قلته في فيديو من الفيديوهات اللي فاتت. طب ايه يا معتز نوع العلاقه اللي بين الالمان وبعضيهم او بيننا وبينهم في الشغل؟ نوع العلاقه بتكون حاجه هديك بها مثال حي حصل قدامي. بما ان انا شغال في سايت اربايت، فانا بغير مستشفى وشتاتسيون كل شهرين 3 4 5. المهم ان انا بتعرض للمواقف دي كتير، واغرب موقف بتعرض له ان انا دايما بيتعمل لي تقييم للشغل بتاعي، تقييم للغتي، تقييم للكوميونيكيشنز بتاعتي. تمام. فمؤخرا كنت في احد المستشفيات، فبقول لهم ايه الاخبار، مش هتكملوا حجز معايا شهر 12؟ تمام. فقالوا لي wir sind sehr zufrieden mit dir، يعني احنا مبسوطين جدا معاك. und die Arbeit macht Spaß. Richtig oder falsch؟ Genau richtig. قالوا لي und die Arbeit macht Spaß، also mit dir. فاتبسطت جدا طبعا وولعت لمبه في دماغي، فقلت هو ده المحور اللي بيتم فيه قبولك كشخص معاهم في الشغل او رفضك كشخص معاهم في الشغل. لازم يكون فوقين. ف هي دي الحته، ان هم يحسوا ان هم زين زيت سفرين مش دي. فما حدش هيقول لك احنا بنحبك، هيقول لك احنا مبسوطين معاك. und die Arbeit macht Spaß، يعني الشغل ممتع معاك. تمام. فهو ده محور العلاقه في الشغل بينك وبين الالمان. فاتمنى تكون ان شاء الله استفدتوا، واللي ما سمعش الفيديو اللي فات يسمعه عشان يعرف ازاي يتعامل مع الالمان كويس، وازاي يثبت نفسه وشغله هنا في المانيا. شكرا جزيلا، السلام عليكم.